ليه تجيبيها ب6 جنيه الواحدة لمّا ممكن بنُص كيلو من الدقيق وشوية مَيّة تعمليها على طول في نُص ساعة ومش هتاخد منِّك وقت خالص. هنعمل النهارده القرص السُكّر بالقرفة، حاجة كده سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة خالص، وعايزة أقول لكم المقادير على الشعرة مضبوطة بالضبط. بُصّوا قد إيه كده تسويتها فوق وتحت ما شاء الله، وعاملة زي القطن كده هشة وجميلة وطرية زي الأسفنج بالضبط. جميلة ومش هتاخد معاكِ وقت خالص. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في طبق فاضي نزلت بكوباية ونص من المَيّة الدافية، وعليهم معلقتين كبار من السكر، وهانزل كمان بكيس خميرة، وهاقلب كده المكونات كده مع بعض كويس، لحد كده ما الحاجات كلها تدوب معايا، السكر بالخميرة بالمَيّة بالشكل ده كده، وهاغطيها علشان نختبر الخميرة عشان الكيس ده كان عندي، فانتِ لو متأكدة من الخميرة بتاعتِك اشتغلي على طول. هنا بعد حوالي 10 دقايق بصوا الخميرة ما شاء الله نشطة جدا وحلوة، فكده بقى هشتغل على طول. شايفين الفقاقيع اللي على الوش دي معناها ان الخميرة كويسة جدا وشغالة. هنا بقى عندي ربع كوباية من السمنة، انا يا دوب بس حطيتها على البوتاجاز تفك بس معايا كده، علشان طبعا الجو ساقع جدا فمخلي الحاجات كلها متلجة ومجمدة. دوبتها كده بقى مع الخميرة بالسكر بالمية، وهركنها على جنب. وهبتدي بقى اجيب نص كيلو من الدقيق منخول كويس، هحط عليه ربع معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح، واقلبه كده كويس مع بعضه. عايز اقول لكم نص كيلو ده يعني 4 كوبايات من الدقيق، اللي هو 4 كوبايات اللي احنا عايرنا بيهم المية، اللي هو المج العادي اللي عندنا كلنا. هقلب بقى كده المقادير كلها مع بعضها كده وهعجن بقى كويس. هنا مش محتاجة مية ولا اي حاجة تزوديها، المقادير مظبوطة على الشعراية زي ما قلت لكم. بصوا هفضل كده ايه اعجن فيها، وبصوا هتلاقيها بتلم كده معاكم، والطبق بينضف كده بصوا بمنتهى السهولة من غير، بصوا شايفين الطبق كده بيلمع. هعجن بقى فيها حوالي كده 6 7 دقايق على الرخامة كده عشان تسهل معايا. عجنتها حوالي 6 7 دقايق كده علشان تبقى النتيجة مظبوطة معاكي. بصوا شايفينها اهي، من غير بقى ما تكون لزقت ولا اي حاجة، كده كويسة جدا. هجيب بقى الطبق واحطها كده واغطيها بالفوطة بتاعة المعجنات اللي انا مخصصاها للمعجنات، واركنها بقى تخمر براحتها. هنا بقى بعد حوالي ساعتين الا ربع، عشان طبعا الجو ساقع فالعجين بياخد وقت جدا في الخمر، وانا ما كانش يعني مستعجلة عليها فسبتها براحتها. هنا بقى قسمتها نصين كده، عملت 6 كور. النص الاولاني عملت لي 6 كور. طبعا انت لو عايزة تعمليهم بالميزان تقطعيهم وتوزنيهم بالميزان بس يعني قد بعضهم مفيش مشكلة خالص. انا عملتهم كده بالنظر بالوايم، وجبت النص التاني برضو قسمته نفس الشكل، بس هنا عملت لي 9 وحدات. شايفينها اهي، يعني كله عمل 15 وحدة، فحلوة جدا. انت لو عايزة تصغري عن كده مفيش مشكلة. غطيتها بقى عشان ايه العجين ما يكرمش معايا ولا اي حاجة. وجبت هنا السمسم، بصوا حمصته كده ايه يا دوبك كده اخد اللون الذهبي الحلو ده. وجبت كمان سلطانية تانية حطيت فيها نص كوباية من المية وعليها معلقة كبيرة من السكر، وهقول لكم انا عاملاها ليه. هقلبها كده واركنها برضو على جنب بالشكل ده كده. والسلطانية التالتة بقى هحتاج كوباية من السكر كبيرة، وعليها معلقة من الدقيق، ومعلقة صغيرة من القرفة. وانتي لو بتحبي القرفة خلي تبقى المعلقة الصغيرة دي معلقة كبيرة مش معلقة صغيرة، على حسب يعني اللي انتي بتحبيه. وهقلب كده يبقى هو ده الحشو اللي هحشي بيه القرص. وهنا بقى جبت الصينية الألمونيا، وعايزة اقول لكم الصينية الألمونيا احسن حاجة في المعجنات. هنا بقى حطيت بصوا الحشو كده في اول واحدة، وهقفلها كده بالشكل ده. شايفينها اهي. وبعد كده هعملها تاني، همسكها عشان اغطس وشها في المية بسكر اللي احنا عملناها. المية بسكر دي يا بنات ده بقى الصمغ اللي بيخلي السمسم يبقى لازق وما يفكش خالص من القرصة ولا يقع من عليها ولا اي حاجة. فعايزه اقول لكم حلو جدا، المية بسكر دي هي بقى اللي هتخلي السمسم زي ما قلت لكم يبقى لازق كده وما يفكش خالص. بصوا اهي كمان واحدة هنقفلها بالشكل ده كده. شايفينها اهي سهلة وما فيهاش اي حاجة خالص، ومش هتاخد منك التشكيل بالظبط ربع ساعة هتكوني خلصتي. شايفين شكلها حلو قوي. هنا بقى خلصت الكمية كلها، ودي كانت اخر واحدة. بصوا اهي من قريب كمان نغطس وشها بس كده في المية، وبعد كده في السمسم، وبعد كده تحطيها على الصينية وتبططيها برضو عشان ما تبقاش عالية بعد ما تستوي.
وهنا خلصت بقى الكميه كلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يفتح النفس بجد. الصينيتين اهو زي ما قلت لكم عملت 15 واحده. هفتح بقى، هشغل الفرن على، انا شغلتها على 280 عشان عندي الفرن مش حاميه قوي يعني، فشغلتها على 280. بصوا طالعه ما شاء الله حلوه جدا. وعايزه اقول لكم بتاخد يعني تسويه بالظبط من 20 ل 25 دقيقه، وتبقى يعني انت بتشمي ريحتها اول ما بتيجي كده، ريحتها تطلع تفتحي عليها كده وتشوفيها وتتابعيها. عايزه اقول لكم جميله جدا وحلوه مع كوبايه الشاي. بقى جهزت كده كوبايه الشاي وكانت سخنه وحاجه جميله بجد. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، ويا رب يجعلها سنه سعيده عليكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه. وده كان فيديو سريع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.